السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. جمعة طيبة ومباركة عليكم. بسم الله كده. اول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، النهاردة روتين سريع جدا جدا لان انا النهاردة الجمعة. صحيت متأخرة جدا على ميعاد ان انا ابتدي شغل البيت وكده واطبخ واشوف اللي ورايا. قمت كده بسرعة حضرت لهم الفطار، وبعدين انا ما كان ليش نفس، عملت كده فنجان قهوة صغير وكلت معاه بسكوتة صغيرة. وجريت على المطبخ على طول، شغلت الغسالة. كان عندي غسيل كتير قوي، فقلت انجز كده مرة في مرة اخلص كمية الغسيل اللي عندي. فشغلت كده الغسالة وقلت الم بقى يعني اشوف الدنيا عاملة ايه بره. بس انا اصلا ما مش بعمل حاجة بره المطبخ يوم الجمعة، لان انا بفضل الروتين الليلي، بعمل كل حاجتي بالليل علشان لما اصحى الصبح يكون البيت نظيف، ما يكونش محتاج ان انا اشتغل فيه كتير وادخل المطبخ على طول. دخلت كده غسلت حاجة الفطار بسرعة بسرعة، عملت لهم الفطار وهم فطروا، وقمت بقى اشتغل في كل الحاجات اللي ورايا. غسلت المطبخ كده، الاطباق كده اللي كانت مكان الفطار بتاعهم، وشطبت الحوض خالص. زي ما انتوا شايفين انا اصلا يعني انا مسرعة الفيديو لان هو الفيديو كان طويل، بس انا يعني السرعة دي انا كنت اسرع منها كمان. ف بجد بجد كنت متأخرة جدا، وكنت عاوزة اخلص حاجتي لان انا كنت صاحية الساعة 2:30. فانا اخرتهم واتاخرت، يعني انا اخرت نفسي واخرتهم معايا. كنت يعني بصوا شايله الهم ومتقدره جدا، يعني عماله اقول ايه، يا رب الحق اخلص، يا رب الحق اخلص. ولعت كده على الطبيخ. كنت هعمل صينيه بطاطس باللحمه وخضار، وهطبخ رز وشوربه وشعريه ولسان عصفور وكده. فخلصت حاجتي بسرعة بسرعة بسرعة، وبعدين بقى قلت ادخل اغسل خضار اللي كان جاي. كان لسه الخضار لسه ما غسلتوش وما عملتش اي حاجة خالص، فابتديت ان انا ابتدي اخلص كده اول باول. كنت خلاص كده ولعت على الاكل كله، شغلت الاكل كله يستوي، وعملت كل حاجة في اللي هي في الطبيخ. وقلت خلاص هبتدي بقى ان انا اقف على الحوض اغسل كل الحاجات اللي كانت موجودة. غسلت كده الخضار حاجة حاجة كنت بنقعها. حطيت كده الطماطم والخيار وكده، وحطيت عليها ربع كوباية خل، وحطيتها تتنقع شوية عبال ما اقطع الخضار اللي انا كنت هعمله مع صينية البطاطس. لان انا كنت مش عاملة بطاطس، بس انا قلت بدل ما اعمل صينية بطاطس اعمل طاجن خضار مشكل. وبالفعل عملت طاجن خضار مشكل وكده. كان الخضار بتاعه كنت حاطه فيه بطاطس وجزر وكوسه وبتنجان، وكنت حطيت كان عندي بسله وبسله في الفريزر حطيت منها برضو. قعدت ادور ان انا يكون عندي قرنبيط مخزناه او حاجه، بس ما لقيتش للاسف يعني. بس كانت بصراحه صينيه خضار جميله جدا جدا. كنت نفسي اصور معاكم الطبيخ او وانا بطبخ الاكل يعني، بس كان الوقت قدامي صغير جدا، فما كنتش عارفة ان انا اصور ولا اشتغل. فثبت كده الموبايل، وطبعا التصوير بياخد مني وقت كتير، فما كانش عندي وقت ان انا اصلا يعني اصور واطبخ وكده. فحطيته ويعني وصورت اللي وانا واقفة على الحوض بس. انما الطبيخ كنت ولعت عليه زي ما قلت لكم من البداية علشان اخلص خالص واشوف بقية المطبخ محتاج مني ايه. ابتديت كده اخلص حاجة حاجة. كنت ولعت على اللحمة وشغلت خلاص الخضار. ابتديت ان انا اجهز لطاجن الخضار المشكل. بصراحة كان حلو قوي، بس انا ما كترتش زي ما انتم شايفين، الكمية قليلة لان يعني فردين انا وزوجي بس اللي كنا هنتغدى، فما كانش مكترة ان انا اعمل كتير يعني عشان ما يفضش وكده. فابتديت بقى اقطع معاكم، قطعت البتنجان والبطاطس والكوسة والفلافلة، وكنت مجهزة الثوم المقشر عشان احطه كمان مرة واحدة في الصينية. حطيته. وزي ما قلت لكم ان انا زي على قد السرعة اللي انا كنت سريعة معاكم الفيديو سريع فيها، انا كنت سريعة برضو في ان انا انجز حاجتي. قطعت كده البصل بتاع الطاجن بتاع الخضار، وابتديت ان انا اخلص حاجتي اول باول. خلصت بقى، قطعت الخضار على ما جهزت حاجة الطاجن. كنت عصرت الطماطم اللي انا اصلا كنت نقعاها عبال ما اجي اغسل الخضار كله يعني. فاخدت منها كده طماطم ان انا اعصرها عشان تكون للطبيخ. بس انا ما كنتش مكتره علشان مش بحب الطماطم كتيره في الطاجن. بحب يكون الخضار كده الطماطم عليه قليله. عصرت كده الطماطم، وابتديت اجهز بسرعه بسرعه علشان ابتدي اوصل ان انا اغسل بقى بقيه الحاجات كلها. وارصها في المنظمات، احطها اول تتصفى وبعدين ارصها في المنظمات. ابتديت كده اخد الخضار واحده واحده. رصيت البطاطس
كنت قطعت البصلة كده وسبتها مع الطماطم تاخد غلوة كده سريعة، وكنت رصيت قطع البطاطس على في الطاجن عبال ما قلت اغسل الطماطم والخيار علشان اروح اكمل بقية الحاجة لما البطاطس تدخل في السوا، لان البتنجان والكوسة مش بياخدوا وقت طويل زي البطاطس. زي ما انتوا عارفين ان البتنجان بيقعد وقت فترة قليلة او وقت اقل بكتير من البطاطس علشان ما يستويش. وطبعا قبل ما بحط البتنجان في الطاجن انا باخده كده تقليبة او تشويحة صغيرة في المقلاية مع معلقة زيت، بيكون طعمه حلو قوي قوي. جربوه هيعجبكم بالطريقة دي، يعني دي طريقة ماما ربنا يخليها لي يا رب اللي انا اتعلمتها منها. كانت حلوة وبتخلي الاكل طعمه حلو، مش بتحتاج ان هو مش بحبه ان انا احطه ني في ني. فباخد كده الخضار بالتدريج، الاقل في الاكتر في الاكتر في الاقل، علشان ما اكونش حاطه خضار فيستوي ويتهري مني خالص، علشان لما اجي اغرف الخضار يكون قطع متماسكه شكلها واضح وصريح. كنت حطيت بقيه الخضار هنا، حطيت الجزر والفلافله وكده ونقعتها برضو في شويه في الخل على بال ما اجي اغسلها. كنت زي ما قلت لكم حطيت البتنجان برضو اعمله في المقلايه بمعلقه زيت، مش بكتر خالص، بس ان انا بس اديله تقليبه كده او تشويحه صغيره. خلصت بقى الفلافله والجزر وكده، وابتديت ان انا ان انا ابتدي اغسل في الفراوله. الفراوله بتاخد معايا وقت شويه في الغسيل، فعلشان كده سبتها اخر حاجه خالص، لان بحب انقعها في الميه تصفي الرمل كده بتاعها، لان بتكون فيها رمل كتير. فبغسلها واحطها في الميه اكتر من مره علشان اتاكد انها بقت نظيفه وما يكونش فيها اي رمل من اللي بيكون موجود فيها. ابتديت هنا كده ان انا خلاص نقعتها شويه عشان تصفي الرمل بتاعها، وابتديت ان انا اغسل الرز علشان اطبخه بقى، لان خلاص ما كانش عاد وقت خلاص، وكانوا جايين علشان يتغدوا. فقلت خلاص هعمل الرز كده. عملت الرز قبل ما انا كنت غسلت الرز، كنت ابتديت ان انا اعمل في الشعريه في الزيت، احط الزيت في الشعريه وكده، الشعريه في الزيت. وزي ما انتوا شايفين كان الاكل خلاص ابتدى يستوى على النار. فكان نفسي اصوره معاكم بس للاسف والله ملحقت. هنا كده كنت حطيت خلاص الشعريه وعملت الرز، وابتديت ان انا خلاص انضف الفراوله من الميه او الرمل بتاعها اللي كانت منقوعه فيها، وببتدي اغسلها مره واتنين وتلاته زي ما قلت لكم علشان اتاكد انها كانت نظيفه او انها بقت نظيفه خالص. زي ما انتوا شايفين الميه بتاعتها اصلا يعني متلونه كده، او لسه فيها لون التراب او الرمل اللي بيكون على الفاكهه عامه لما بتيجي. ابتديت كده اغسلها كويس جدا، باخدها حبات حبات واحطها من طبق لطبق لمصفى، واتاكد انها بقت نظيفه. وزي ما قلت لكم بعيد وبكرر عليها الخطوه دي اكتر من مره. وبكده اكون خلصت اليوم معاكم من غير ما اوريكم الطبيخ. واستنوني ان شاء الله في يوم جديد من حلقات رحمة علاء.